أنا بقالي أكتر من 15 سنة بشوف أطفال يوميا في العيادة، وبالرغم من تقدم الطب لسه كل يوم بسمع نفس الجمل الغلط. الصفرة بتروح لو حطينا الطفل في الشمس، السنة بيطلع معاها حرارة وكحة وإسهال، اللبن الصناعي بيخلي الطفل أذكى. كل ده غلط. في الحلقة دي هقولك على 10 خرافات بشوفهم كل يوم، وهقولك إيه الصح ورا كل واحدة فيهم. أنا دكتور يوسف، استشاري طب الأطفال، ودي عصارة الشغل والخبرة، مش مجرد كلام على الإنترنت. الخرافة رقم 1: السنة بيطلع معاها حرارة وكحة وإسهال. الحقيقة العلمية هو إن التسنين ممكن يسبب شوية توتر، عض في اللي هي التتينة، أو زيادة في سيلان اللعاب، لكن ارتفاع الحرارة، الإسهال أو الكحة غالبا سببهم عدوى فيروسية تانية. أنا بشوف أطفال جالهم التهاب رئوي والأهل لسه بيقولوا أصل ده بيطلع سنان. مفيش علاقة علمية بين التسنين والأعراض الشديدة دي. الخرافة رقم 2: الطفل اللي بياخد لبن صناعي بيكبر أسرع وأذكى. الحقيقة العلمية إن الرضاعة الطبيعية فيها مكونات مناعية وعصبية ما تتعوضش. اللبن الصناعي مش غلط، بس مش الأفضل لو الأم قادرة ترضع طبيعي. أنا مش ضد اللبن الصناعي، لكن أوقات الناس بتقلبها منافسة. الموضوع مش سباق وزن، إحنا بندور على تغذية سليمة ومناعة قوية للطفل. الخرافة رقم 3: الصفرة بتروح لو حطينا الطفل في الشمس. الحقيقة العلمية إن أشعة الشمس مش علاج فعال للصفرة. الصفرة بتتقاس، ولو عالية بتحتاج علاج ضوئي طبي. يا ما شفت أطفال اتأخر علاجهم واتحجزوا في المستشفى بسبب كلام زي ده. مفيش حاجة اسمها نحمم الطفل في الشمس، احنا في 2025 يا جماعة. وفي أطفال فقدوا سمعهم أو بقى عندهم تأخر عام في النمو والحركة بسبب العلاج الغلط للصفرة. الخرافة رقم 4: طول ما الطفل بياكل كويس يبقى صحته تمام ومش محتاج متابعة. الحقيقة العلمية إن الأكل ده مجرد جزء من الصورة، لكن في أطفال بياكلوا كويس وبرضه عندهم مشاكل في النمو أو عندهم أنيميا أو مشاكل في التطور. العيادة مش بس للمرض، أوقات بنكتشف مشكلة بدري قبل ما تبان. الخرافة رقم 5: التطعيمات بتسبب توحد. الحقيقة العلمية إن الدراسات الحديثة كلها نفت العلاقة دي تماما. أول دراسة ادعت الكلام ده اتسحبت واترفضت علميا. أنا استشاري أطفال وشفت مئات الأطفال على طيف التوحد، ولا مرة شفت دليل واحد يربط ده بتطعيم معين. الخرافة رقم 6: الطفل اللي بيتكلم متأخر أكيد عنده توحد. الحقيقة العلمية إن في أسباب كتير لتأخر الكلام: تأخر لغوي بسيط، مشاكل سمع، أو تأخر نمائي. مش كل تأخر يساوي توحد. الخوف مهم، بس التشخيص محتاج تقييم شامل، مش مجرد تأخير في أول كلمة بيقولها الطفل. الخرافة رقم 7: الطفل اللي بيعيط كتير أول 3 شهور ده عنده مغص وده طبيعي. الحقيقة العلمية إن ده مش دايما مغص، ممكن يكون عنده ارتجاع، حساسية لبن، أو مشكلة في الرضاعة، أو حتى مشكلة محتاجة تدخل جراحي. اكتر حاجة بخاف منها اننا نقول ده طبيعي ونفوت حاجة مهمة. الخرافة رقم 8: الطفل لازم يشرب مية من بدري علشان يتعود. الحقيقة العلمية ان الرضع اللي اقل من 6 شهور مش محتاجين مية اصلا، بالعكس ده كمان ممكن يضرهم، لان اوقات الكلية بتاعت الطفل ما بتستحملش كمية المية دي، وممكن يحصل خلل في الاملاح خصوصا في اول شهور العمر. الخرافة رقم 9: الطفل لازم يتعود ياكل كل حاجة حتى لو بالعافية. الحقيقة العلمية ان الاجبار على الاكل بيؤدي لرفض الطعام، ممكن يعمل مشاكل سلوكية او حتى اضطرابات اكل بعدين. انا فاهم قلق الامهات، بس الطفل ما بيتعودش بالاوامر، الطفل بيتعود بالروتين وبالهدوء وبالتشجيع. الخرافة رقم 10: طول ما الطفل بيتحرك يبقى ما عندوش نقص كالسيوم او فيتامين د. الحقيقة العلمية ان الحركة ما هياش دليل كافي. نقص فيتامين د بيأثر على العظم حتى لو الطفل نشيط. في حالات بشوفها بتكون ماشية الطفل كويسة لكن عنده تقوس واضح في الساقين، وده كان نقص فيتامين د من بدري وما اتعالجش. دي كانت 10 من اشهر الخرافات اللي بسمعها يوميا كاستشاري اطفال. لما تعرف المعلومة الصح تقدر تحمي ابنك او بنتك من قرارات غلط. ولو عجبتك الحلقة شاركيها مع اي حد لسه بيقول ده طبيعي وما تقلقوش، واكتبوا لي في الكومنتات لو سمعتم حاجة غير اللي قلنا عليها وعاوزين تتأكدوا منها. ولو لقيت 10 أسئلة في التعليقات اوعدكم اني هعمل ان شاء الله جزء تاني من الحلقة دي. انا دكتور يوسف ودي قناة دكتور كيدز، اشوفكم على خير.